السجاد وتنظيف السجاد ووجع الظهر والتوتر والقلق، وانك شايله الهم انك هتدفعي مبلغ قد كده في المغسله عشان تغسلي السجاد، ولا انت تغسليه وظهرك وجعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العوض لكل ما هو مفيد. معاكو انا بحاول نحل المشاكل اللي هي الحياتيه اللي احنا عايشين بيها، بشكل اقتصادي، وكمان بطريقة تشيل التوتر عنك. تنظيف السجاد في الصيف يعني ممكن يكون سهل لو انت مثلا بتغسليها كل شهر في المغسلة. فالمفروض ان هي يعني على الاقل هي المفروض تتغسل كل اسبوع، ولكن طبعا يعني صحيا واقتصاديا دي عملية يعني مكلفة جدا. فأنا قلت إيه نعمل إيه حاجة اسمها التنظيف الجاف. السجادة اللي قدامكم دي أنا عملتها بالمكنسة. وعملت إيه بعد ما عملتها بالمكنسة؟ جبت طبق أهو، فيه شوية مية وشوية صابون سائل وشوية ديتول والفرشة، الفرشه بتاعت البلاط العاديه. طبعا انت هتحطي حسب الامكانيات اللي عندك. لو انت عندك كلوروكس الوان هيبقى حلو قوي، خاصه لو انت عندك اطفال فبيبقى فيه بقع كل شويه. لو انت مثلا عندك الموضوع اللي هو ايه، الاطفال لسه بترضع وكده او لسه بتحبو يعني بتحبي على السجاده، فانت هتحتاجي تعملي الموضوع دوت مرتين في الاسبوع عشان يعتبر تعقيم. لان انت ممكن هنا في الموضوع ده تحطي خل بيعقم. انا حاطه ديتول، الديتول بيعقم. انا لاحظت حاجه، انا كان عندي زي موضوع البلكونه بتاعتي قريبه من الشارع، ففي حشرات بتجيلي. يعني انا تاني اول بلكونه على طول. فاول ما عملت الميه بالخل بالديتول، لا انا حطيت صابون سائل وديتول. وديتول طبعا ريحته نفاذه، فلاحظت ان في حشرات كده عامله زي الهاموش، أو مش الهاموش، عامله زي مش عارفه اسمها ايه، حشرات غريبه كده. لقيتها نفرت من عند باب البلكونه. خليكم معايا، لان انا باب البلكونه اهو، يعني باب البلكونه اهو زي ما انتم شايفين كده. وانا البلكونه التانية على طول. فالموضوع ان ايه، مهما بنضف بتحسي ان التراب بيجي والحشرات بتيجي. فانا بعد ما عملت انا حطيت ديتول حسب الامكانيات اللي عندي بقى. انا حطيت ديتول وحطيت شويه صابون سائل، وعملت بالفرشه كده ريحه الديتول نفاذه. فلقيت العقب بتاع باب البلكونه طلع منه كده مش عارفة ايه، يعني حاجة زي النمل الكبير، يعني قريبة من النمل وفي نفس الوقت ليها جناحات، معرفش يعني. المهم ما عملت كده لقيتها نفرت، يعني لقيتها ايه، بعدت عن حرف السجادة. طبعا انا كنت منضفة بالمكنسه. القصد اقوله لكم ان عمليه التنظيف الجاف دي بتبقى كويسه، ان هي بتشيل الحشرات، بتبعد الحشرات، بتعقم السجاده اكيد من الميكروبات اللي احنا مش شايفينها بعينينا. موضوع التنظيف الجاف ده يا جماعه زي ما قلت لكم هو عباره عن طبق بشويه ميه بفرشه. الميه هتحطي عليها الامكانيات اللي عندك. لو كلوروكس الوان عشان انت عندك، لو انت عندك اطفال كبار شويه من اول 5 سنين بيبقعوا السجاده. لو انت عندك اطفال لسه بتمشي بتحبي على السجاده، فاي حاجه بتقع بتحطها ببقها، ده برضو التنظيف الجاف هينفع لك قوي. لو انت ما عندكيش لا كلوروكس الوان ولا ديتول، ممكن تكون شويه صابون سائل وحطي عليهم شويه خل، بس ما تزوديش الخل قوي عشان الوسط ما يبقاش حمضي ولا يسوع لك ايديك. انا خلصت، فانا بس هعيد لكم الموضوع عشان كنت بجرب يعني. ادي الفرشه اهي، ببلها كده وبنزل الميه، ما بخليش فيها ميه قوي، وباجي كده اهو تعملي كده. انا عايزه بس اوريكم ان في حرف السجاده اهو، اهو حرف السجاده في بعض البقع كده لو انتوا شايفين اهو. عايزه اعمله معاكم اهي. بصوا يا جماعه، طبعا انا مشغله المروحه. موضوع تنظيف الجاف ده بيبقى في فصل الصيف بيبقى مفيد جدا، لان الجو بيبقى حر
وشويه الرطوبه اللي انت بتعملوهم على السجاده بينشفوا بسرعه. ولو انت عندك شباك بحري بتفتحيه، لو انت عندك مروحه بتشغليها وافتحي الشباك برضو وشغلي المروحه، او لو انت زي كده مش عايزه التراب يخشلك فخليكي في المروحه، عشان انا اول بلكونه والتراب بيخش. انا بساعدك على انك تتخلصي من التوتر، بساعدك على ان الموضوع يبقى اقتصادي، بساعدك على ان الموضوع يبقى صحي، بساعدك على ان الدايت مش هيبقى انك اكل وشرب بس، لا، الدايت انك تبعدي، او نظامك الغذائي، او تحافظي على وزنك وتحافظي على صحتك، انك تبعدي عن كل ما هو يوترك، وتعملي اي حاجة حياتية بطريقة اقتصادية، وبنفس الوقت بطريقة يعني ما تتعبكيش. انا عن نفسي ظهري وجعني جدا، فمش هقدر كل شوية اشيل السجادة اغسلها، وبرضه مكلف جدا ان انا اوديها المغسلة كل اسبوع. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي يوصلوا الفيديو يا جماعة ما ينسانيش في اللايك والتعليق الحلو والشير لأحباب. السلام عليكم. واللي ما اشتركش يشترك طبعا. السلام عليكم.